يعني على اللي هنشوفه. ماشي. عارف أول صدمة هتخبط في وشّك أول ما تدخل دبي؟ مش الحَر ولا حتى الإيجارات ولا حتى الشغل اللي أنت جاي تدوّر عليه، أول صدمة حقيقية هي صدمة الغِنى. خلّيني أتكلّم معاك بصراحة، الفيديو ده مش معمول للتشاؤم ولا حتى معمول عشان آجي أحبطك، بالعكس ده تحذير من أخ كبير عاش التجربة أو شاف حد عاش التجربة اللي هاقول لك عليها دلوقتي. خلّينا نخش في المفيد، لو أنت جاي دبي أو حتى لسه بتفكّر إنك تيجي أو حتى عايش هنا بقى لك سَنة والّا سنتين، فالفيديو ده مهم جدًا ليك. زي ما قُلت لك أول صدمة حقيقية هتقابلها أول ما تيجي دبي هي صدمة الغِنى، هتشوف عربيات عمرك ما شُفتها في حياتك ولا حتى شُفتها في الأفلام، الناس اللي كان حلم حياتها عربيات بتحطها على الديسك توب في الكمبيوتر هتيجي هنا تشوفها بحق وحقيقي، الفراري بقى لامبورجيني والبنتلي والحاجات دي كلّها هتشوفها كل يوم عادي جدًا، هتشوف ناس مش بس معاها فلوس، لأ أنت هتشوف ناس غنية بجد، فُكّك من اللي شُفته في حياتك، ناس بتاكل في أماكن أنت ممكن شغلك وتعبك لمدة شهر كامل ما يكفّيش عشواية واحدة هُم بيتعشّوها، ناس بتسافر في الweekend في أماكن أنت محتاج تشتغل 12 شهر سَنة كاملة عشان توفّر من مرتّبك فلوس تخرّجك أو تسفّرك رُبع السفرية دي، بس ده طبيعي، دبي كده، هي بتعرض كل حاجة على أعلى مستوى، بس عارف المشكلة مش في اللي هتشوفه، المشكلة في اللي جواك وأنت بتشوفه، ولو أنت مش واخد بالك كويس جدًا، المقارنات هتاكل فيك حتّة، حتّة، لإنّك بكل بساطة هتبتدي تسأل نَفْسك هو المعلم ده عنده كل ده إزاي؟ أو مثلًا هو أنا ليه مش كده؟ هو أنا مش غني أوي كده ليه؟ يعني هو جاب الفلوس دي منين؟ هو أنا أقل منّه؟ والّا مثلًا ربنا مفضّله عني؟ وخلّيني بقى أقول لك الموضوع ببساطة، السؤال ده لو دخل دماغك فده بالذات بيكسر الواحد من جوّه، يا جدعان أقسم بالله أنا شُفت ناس جات دبي بنيّة كويسة جدًا وطلعوا منها متبهدلين نفسيًا، ليه؟ علشان بكل بساطة حاولوا يوصلوا بسرعة، بسرعة أوي، تلاقي واحد بيشتغل 16 ساعة في اليوم مش علشان حلمه لا، 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 لا سمح الله، لأ ده علشان يلحق شكل الحياة اللي هي قدّامه، اللي هو عايشها كل يوم. عندك واحد تاني مثلًا يدخل في سكة مش مضبوطة علشان بس الفرصة ما تضيعش ويلحق برضه يعيش نفس الحياة اللي شايف ناس كتير أوي عايشينها قدّامه. الفشيخ بقى فيهم بقى اللي هاقول لك عليه دلوقتي، اللي هو بيستلف. تلاقي واحد بيستلف علشان يعيش أكبر من حجمه، وللأسف الموضوع ده كتير أوي عندنا في مصر، هو كل هدفه إنه يستلف عشان يعيش أكبر من حجمه، علشان ما يحسّش إنه أقل من الناس اللي حواليه، وطبعًا طرق السلف كتير، ما بين مثلًا إنه يستلف من قرايبه أو من صحابه أو يطلّع بقى credit card هو مش قادر إنه يسدّها ويفضل يصرف منها عشان ما يبقاش أقل من الناس اللي حواليه. بُص خلّيني أوضّحها لك أكتر، دبي اختبار نفسية قبل ما تكون حتى اختبار فلوس، المدينة دي بتورّيك كل اللي نِفْسك فيه، لكن ما بتقولكش هو جاي إمتى والّا جاي إزاي، اللي أنت شايفه معاه فلوس النهارده ده ما جابش الفلوس في سنة أو 2، في اللي تعب 10 سنين، في اللي تعب 20 سنة، وفي اللي ورث، وفي اللي وقع 1000 مرّة قبل ما يرجع تاني يقف على رجليه، بس أنت مش شايف غير النتيجة، ما حضرتش الطريق، ما شُفتش الطريق نفسه. فأنا في الفيديو ده جاي أقول لك نصيحة لوجه الله تعالى، أول ما تيجي دبي خلّي تركيزك على 3 حاجات، أول حاجة شغلك، حاول إنك تتقنه. مش بس عشان الفلوس، بس عشان كمان تكون تقيل في مكانك. تاني حاجة هي نفسيتك، ما تقارنش نفسك غير بنفسك. امبارح كنت فين والنهارده أنت بقيت فين. رقم 3 والأخيرة وقتك، ادّي نفسك وقت، يعني ما حدش بيجري ماراثون بسبرنت، أنت لو في ماراثون جري وجريت أول دقيقتين بأقصى سرعة عندك وبسبرنت مؤكد، مؤكد إنك هتهبط وهتتعب ومش هتقدر تكمّل الماراثون ده، إنّما لو خدت الموضوع على الهداوة كده وجريت بالراحة وبسرعة ثابتة، أكيد، أكيد هتكسب أو على الأقل هتبقى في الtop 3. في حاجة كمان عايز أقول لك عليها خطيرة جدًا، أخطر حاجة ممكن تعملها إنّك تربط قيمتك برصيدك، أنت مش رقم، أنت مش عربية، أنت مش مكان بتخرج فيه، أنت بني آدم بتكبر خطوة بخطوة، مش مطلوب منك إنك تبقى غني بسرعة، ولا مطلوب منك إنك تعيش زي غيرك، المطلوب منك إنك تعيش صح وتنام مرتاح وتصحى وأنت مش كاره نفسك. بُص يا معلم الخلاصة دبي مدينة فرص، أنا معاك، بس هي كمان مدينة فتن، لو دخلتها وأنت ثابت هتكسب، ولو دخلتها وأنت بتجري ورا الناس أقسم لك بالله هتتعب. خلّيك فاكر إن رزقك مش عند غيرك، واللي ليك هييجي لك في وقته. وخلّيني أختم لك الفيديو ده بآية أنا
باحبها جدًا، جدًا، موجودة في سورة الشورى بتقول لك: "بسم الله الرحمن الرحيم، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزّل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير." صدق الله العظيم. وبكل بساطة الآية دي بتقول لك إن ربنا لو وسّع الرزق لكل الناس وادّاهم أكتر من احتياجاتهم، كتير من الناس دي هيظلم وهيتكبّر، لإن النفس البشرية ساعات ما بتتحمّلش الزيادة الكبيرة دي من غير إيمان وضبط نَفْس. عشان كده ربنا بيرزق كل واحد بالقدر المناسب ليه، القدر اللي بيكفّيه، اللي بيحفظ قلبه من الظلم ومن التكبُّر كمان، وكمان يقدر يناسب امتحانه في الدنيا، وكمان يقدر يعلّي مراتبه في الدنيا ده لو صبر وشكر ربنا. وصدّقني مش كل ضيق رزق معناه إن ده غضب من ربنا، ومش كل وسعة رزق وكثرة رزق معناه رضا من ربنا. ربنا بيدّي كل إنسان اللي يناسبه واللي بيقدر يختبره بيه في الدنيا، والرزق لو زاد زيادة كبيرة على بعض الناس ممكن يكون ده طريقه في إن هو يطلع برّه الصح ويعمل الغلط. أنا أعرف واحد بس وأنا باتكلم معاه باقول له: "لو أنت غني هتعمل إيه؟" بيقول لك: "يا معلم أنا لو معايا فلوس دلوقتي وربنا كرمني بقى كل يوم حفلة على يخت وحفلات وبنات وهاقضّيها وبتاع." هو مش فاهم، هو مش مُدرك هو بيتكلّم في إيه، ده حلمه. فده من الناس اللي لو ربنا ادّاها رزق هيظلم نفسه وهيبعد عن الطريق الصح. بس في نفس الوقت الآية دي مش بتقول لك إنك تبطّل طموح وإنك ما تدعيش ربنا إنك تكون أغنى واحد في الكون. الآية دي من الآخر كده بتريّحك، بتقول لك إن الأرزاق فعلًا بيد الله، وإن اللي معاك هو الأحسن ليك في اللحظة دي. ولو كنت بتسعى وبتعمل اللي عليك، اعرف إن ربنا خبير بحالك وبصير وشايف اجتهادك، وهيجيب لك الخير في الوقت المناسب. وخلّيك فاكر أنت مش متأخّر، أنت بس في رحلتك. ولو الفيديو ده فادك ابعته لحد جاي دبي قبل ما يتصدم ويفتكر إن العيب فيه. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. استنى الفيديو اللي هاحاول أنزّله لك كل أسبوع، يا رب يفيدك، يكون في ميزان حسناتي وتستفيد منه على قد ما تقدر. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.